خليني أسألك سؤال بسيط. انت عمرك صحيت من النوم وكان عندك إحساس إن اليوم ده ممكن يطلع حلو؟ مش متحمس قوي، بس على الأقل ناوي تبدأ صح. وبعدها بساعتين تكتشف إنك لسه بتلف في نفس الدوامة، ولا شغل ولا مذاكرة ولا حتى تركيز. الغريب إنك حاسس إنك تعبان رغم إنك ما عملتش حاجة. الحقيقة إن المشكلة مش في اليوم كله، المشكلة في أول 10 دقايق بس. أهلا بيك. لو بتعاني من ضياع الوقت وقلة التركيز وإحساس إن اليوم بيهرب منك، اشترك في القناة، لأننا هنا مش بنشجعك تتحمس، إحنا بنفهمك إزاي تشتغل مع عقلك مش ضده. خليني أقول لك معلومة مهمة. دماغك أول ما تصحى بيكون في مرحلة انتقالية، لسه خارج من النوم ولسه ما حددش هو داخل على إيه. الحالة دي اسمها الوضع الصامت، لا تركيز كامل ولا كسل كامل، وده اللي بيخلي أول دقايق في اليوم أخطر لحظة في يومك كله. في اللحظة دي أي حاجة تعملها بتتحفر جوه دماغك، زي أول خطوة في طريق طويل. لو أول خطوة شمال، غالباً الطريق كله هيطلع شمال. أكبر غلطة الناس بتعملها في أول اليوم الموبايل، مش لأن الموبايل وحش، لكن لأنك بتدخل دماغك في دوامة معلومات قبل ما يفوق أصلاً. إشعارات، أخبار، مقارنات، رسائل، كل ده بيعمل تحنيل زائد على مخك، وساعتها مخك يقولك اليوم ده تقيل، خلينا نهرب. والهروب شكله معروف: تسويف، لف، تأجيل، وشعور بالذنب في الآخر. غلطة تانية إنك تقوم من السرير وتبدأ تتحرك من غير أي نية، لا هدف، لا اتجاه، لا حتى حاجة صغيرة تقولك إحنا رايحين فين. العقل لما ما يلاقيش اتجاه بيختار أسهل طريق، وأسهل طريق دايما هو اللا شيء. وفي ناس تبدأ يومها بحاجات بتسحب الطاقة: نقاشات، أخبار سلبية، مقارنة مع غيرك، أو شغل تقيل قوي من أول لحظة. وده بيخلي عقلك يحس إن اليوم طويل ومتعب، فيقفل. طيب نعمل إيه؟ مش محتاج ثورة في حياتك، محتاج 10 دقايق هدوء. أول 10 دقايق بعد ما تصحى لازم تبقى منطقة محمية، مش علشان الإنتاج، علشان الاتجاه. أول قاعدة: ممنوع الموبايل، مش كعقاب، كحماية. تاني قاعدة: هدي جسمك الأول، نفس عميق، مية، حركة خفيفة. انت مش آلة، انت بني آدم. تالت قاعدة وهي الأهم: اختار مهمة واحدة بس، مش خطة يوم، مش تدو ليست طويلة، مهمة واحدة وصغيرة قوي. ليه صغيرة؟ لأن العقل بيحب يبدأ، بس بيكره الضخامة، زي عربية قديمة في يوم برد، مش هتشتغل غير لما تدورها الأول. أول فعل في اليوم لازم يكون سهل لدرجة إنك ما تفكرش: ترتيب السرير، فتح كتاب وقراءة سطر، كتابة كلمة واحدة. الفعل الصغير ده بيبعت رسالة واحدة للمخ: إحنا بدأنا. عايزك تفهم حاجة مهمة: التسويف مش كسل، هو علامة إن نظامك مضغوط وإنك بتحاول تبدأ غلط. لو عايز يومك يتحسن، ما تركزش على طول اليوم، ركز على أول 10 دقايق. خليهم هاديين، واضحين، صغيرين. صدقني، لو كسبت أول 10 دقايق هتكسب اليوم كله.